ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم اختيارات مو ذكيه. النهارده حصل حاجه غريبه جدا. النهارده 1/7 يا جماعه. حصلت ظاهره غريبه جدا في اماكن مختلفه من القاهره. في بقى مدينه السلام، هوريكم دلوقتي مقطع للي حصل في مدينه السلام وفي مدينه نصر وفي القاهره. في اماكن متفرقه فجاه الناس لقت امطار، ومش اي امطار، امطار غزيره يعني. تمام. طبعا انا عندي هنا في الشروق ما نزلش نطره، بس في اماكن كتيره جدا الناس بقت تبعت لنا الفيديوهات. امطار غزيره جدا. والاغرب من كده ان الارصاد ما قالتش، يعني الارصاد ما قالتش انه هيبقى فيه امطار في اي جزء من اجزاء القاهره. والاغرب من كده كمان انه من 3 ايام طلع علينا حد اسمه القبطان نور، وكان بيحذر الناس بشكل قوي جدا، بيحذرهم انه في حاجه لا قدر الله ممكن تحصل في البحر بفعل فاعل او حاجه زي كده، ارتفاع في الامواج، امطار عاديه، حاجات كده يعني. المهم يعني انا طبعا ما بصدقش الكلام دوت، ما بصدقش الا لما بيكون من جهه رسميه. بس الناس استغربت ان ليه الارصاد ما شافتش الامطار اللي يعني اللي جت فجأة دي، خصوصا ان هي مش امطار خفيفة، لا ده امطار غزيرة وقعدت شوية. يعني هجيب لكم مقاطع للي في السلام مثلا، ومقاطع من الحاجات اللي كانت في مدينة نصر. فالناس هنا مستغربة، هل الجو بتاعنا في مصر ابتدى يتغير ويبقى جو شبه الجو الآسيوي؟ وهل ده يعني طبيعي بسبب التغيرات المناخية وبسبب طبقة الأوزون والحاجات اللي بتحصل دي، ولا ده بفعل فاعل؟ فالناس يعني محتارة، يعني فاهميني. الناس بقى طبعا بتروح تقرا بقى في أماكن كتير وبتروح تشوف أخبار. وبرضو موضوع الزلازل المتكرر اللي حصل الشهر اللي فات دوت، زلازل متكررة متكررة، ودايما الساعة 2 بالليل كان يحصل زلزال قعد 4 5 أيام ورا بعض بالشكل ده. فهل مصر دخلت حزام الزلازل؟ هل مصر بيتغير المناخ فيها؟ هل في تغير في المناخ، في التضاريس، في حاجة مش مظبوطة في الجو، في حاجة مش مظبوطة في شكل السماء؟ ناس بقى بتاخد تهول بقى وتروح ناحية نهاية مش عارفة ايه، وإشارة بوجود ايه وبتاع. وناس بتحاول تفكر بشكل علمي وتفكر انه ده ممكن يكون تغيرات مناخية طبيعية ممكن تحصل بسبب التغيرات والحرارة وكده. حتى الصيف من بقالنا 5 سنين، الصيف ده مش الصيف بتاعنا. يعني ده مش الصيف اللي احنا معتادين عليه في القاهرة. وكان دايما زمان يدرسوا لنا الجيل بتاعنا بقى، يقولوا لنا ايه؟ تضاريس هي جملة واحدة: مصر صيفا معتدل، ولا شتاء معتدل، وصيفا ايه؟ مش عارفة نسيتها. نهارا صيفا معتدل، مش عارفة ايه، شتاء معتدل. يعني احنا كنا دايما يعني في الجو المعتدل. كانت معروفة مصر بالطقس بتاعها المعتدل. ابتدى ده كله يتغير، وابتدينا الصيف بيبقى صيف رهيب، وبيوصل درجات الحرارة وبتبقى رطوبة عالية جدا فيه. والشتاء كمان بقى يجي على مصر الشتاء صعب، وفي صقيع، وفي برودة ما كناش بنحس بيها زمان. يعني كان الشتاء يجي ويخلص، ما كناش نحس بالصقيع ده. فانتوا قولوا لي في التعليقات برضو، حصل عندكم مين فيكم ايه النطر نزلت عنده؟ ومين فيكم النهارده شاف الامطار دي؟ وتفتكروا ايه اللي بيحصل؟ يعني تفتكروا ده طبيعي ولا ده بفعل فاعل؟ ولو بفعل فاعل، ايه الهدف يعني من تغيير مناخ مصر؟ هل ده مثلا هدفه ضرب السياحة في مصر؟ هدفه ان هم مثلا في حاجة مش طبيعية؟ يعني فاهميني. وربنا يلطف بينا يا رب، ويسترها علينا، ويسترها على بلدنا وعلى سائر بلاد المسلمين. أتمنى تشيروا الفيديو في كل مكان. والناس اللي حبيت بقى أنوه في الآخر وأقول لكم، الناس اللي ناوية إن شاء الله تيجي معايا المزرعة
ان شاء الله يوم الجمعه الجايه يبعتوا لي، ان شاء الله الجمعه الجايه هنتحرك على الساعه 12 الظهر، هنبقى قدام كارفور العبور، وهنتحرك الساعه 12 الظهر. المتواجد بقى واللي انا سالت عليه ومتواجد دلوقتي حاليا في المزرعه التين، اللي هو التين الطري، مش عارفه تقولوا عليه تين برشومي ولا تين إيه. متواجد نوعين، متواجد النوع الاحمر والنوع الابيض، متواجد عنب، طبعا عنب اسعار كلها اسعار مزرعه، وان شاء الله هيكون متواجد عسل، وهيكون متواجد اللي هو الكريم بتاع سم النحل، تحفه، طلع تحفه. انا حبيت مش عارفه عملت لكم ريفيو هنا ولا فين، الكريم ممتاز يا جماعه، ظهري ما بقتش فيه الام، ولا في ظهري ولا في ركبي ولا اي حاجه، بحطه ما شاء الله تبارك الله سحر، حلو جدا. يعني لو في اي حد فيكم بيشتكي من ظهره او ركبه، ان شاء الله الكريم بتاع سم النحل ده ممتاز، يعني انصحكم بيه وانا مغمضه كده. روعه، روعه ان شاء الله، يعني هتخفوا عليه ومش هيبقى فيه الام، وهتحسوا بارتياح شديد جدا. تمام. فهيبقى ده متواجد، موجود منتجات نحل، هيكون في منحل، موجود عسل ابيض، موجود ان شاء الله تفاح، موجود التين، موجود العنب، والله اعلم بقى ممكن يكون ايه اللي استوى تاني. بالنسبه للناس اللي سالوني على الزيتون، الزيتون هيكون في شهر 8 بامر الله، هروح برضو اجيبه معاكم بامر الله، واحتمال كبير يكون في مانجا استوت، احتمال واحتمال لا، بس المانجا احلى وقت ليها 15/7 بامر الله. فالناس اللي هتيجي يبعتوا لي، هسيب لكم رقم تليفون في اول تعليق مثبت تحت الفيديو، فالناس اللي هتيجي ان شاء الله يبعتوا لي، واتفق معاهم على الميعاد، وان شاء الله نروح كلنا مع بعض بامر الله، خصوصا في حد يعني بيأكد عليا عايز يروح معايا ضروري. يعني اهلا وسهلا بكل الناس، وبالذات بالاخت المتابعه دي، يعني بصي هبسطك هدلعك، عشان انا عارفه ان هي بقالها كتير ما بتخرجش، ونفسها تخرج قوي، ونفسها تتفسح تشم هوا، ودول الناس اللي يعني اكتر الناس بيبقوا صعبانين عليا، الناس ما بتخرجش او بتشم هوا. يعني انا بقالي اسبوعين قاعده بسبب موضوع ظهري، اتخنقت، فما بالكم في ناس بتقعد بالست شهور وبالسنين ما تخرجش من بيوتها، فده بيصعبوا عليا جدا، يعني لان ده بيسبب مشاكل جامده جدا نفسيا ولخبطه في الهرمونات. فانا يعني بشجعكم ان انتوا تخرجوا تشموا هوا وتغيروا جو، لو عايزين تيجوا اليوم ده نقضي يوم مع بعض، حتى لو مش هتشتروا حاجات، نقضي يوم كده لطيف في المزرعه، وعامل لنا قاعده كده ينفع نقعد فيها وهننبسط خالص، ونقعد نشرب شاي، احتمال ان يكون في حد بيعمل فطير، فان شاء الله هننبسط بامر الله مع بعض. بحبكم جدا في الله يا اخي الاخوات في الدنيا. اوعوا تنسوا اللايك والشير، والناس اللي لسه ما اشتركتش في القناه تشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.